السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الغاليين حبايب قلبي، أهلا بكم في فيديو جديد على القناة الجميلة بتاعتنا. أنا بهنيك وببشرك يا عزيزي الغالي يا طالبي الجميل الشطور، إنك بمجرد إنك وصلت للفيديو بتاعنا ده، هذا وإن دل فإنما يدل على أنك طالب دحيح. فشاطر يا ابني، شاطر يا ابني، ربنا يوفقك. النهارده بفضل الله هنحل مع بعض التقييم الأسبوعي للأسبوع هو السادس، الصف الأول الإعدادي، الدرس الأول للوحدة التانية. أنا شايف ويعني ما شفت زمايلكم الطلاب اللي بيجوا عندنا الدرس هنا، لقيتهم بيقولوا إيه، إحنا شايفين إن الوحدة التانية ديت أجمل مليون مرة من الوحدة الأولانية اللي فيها صوديوم وبوتاسيوم وكلام فاضي. انتوا يا جماعة، الوحدة الأولانية كانت جميلة ولذيذة، بس انتوا اللي مصعبين الموضوع على نفسكم. ان شاء الله ان شاء الله يعني ان كان في العمر نصيب هننزل لكم ان شاء الله بشويه شروحات كده جميله لذيذه كده، ايه تحببكم حتى في المنهج. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقكم في الجاي، ومع بعض ان شاء الله في تفوق. تمام، نخش في الحل على طول. بقول لي هنا ايه، ما المقصود بكل مما ياتي؟ المسافه ديت، انت مثلا مشيت طلعت من بيتكم رايح المدرسه، مشيت مسافه قد ايه؟ هي دي معنى المسافه. عايزين نكتبها بس بكلمتين نكتبهم في الامتحان. هتقول له يا باشا المسافة هي طول المسار الكلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من نقطة البداية إلى نقطة النهاية. مسار كلي يعني حاجة كده أنت ماشي عليها، شوية نقط أنت ماشي عليهم. طلعت مثلا مشيت خطوتين حط لها نقطة، بقى خطوة في التانية في التالتة حط لها نقطة. النقط ديت لما نوصلها ببعض بنقول عليها حاجة اسمها المسار الذي يسلكه الجسم المتحرك حضرتك، أو العربية أو الموتوسيكل أو العجل. تمام، من نقطة البداية اللي هي بيتكم إلى نقطة النهاية اللي هي مين؟ المدرسة. ربنا يوفقكم جميعا يا شباب. يلا هي المقصود بكل برضه السرعة. ايه هي السرعة؟ قمت من مكانك رحت تشرب كوباية مية من المطبخة، كده انت اتحركت مسافة في وقت معين. عاوزين بقى نكتب له كلمتين نحطهم في الامتحان، هنقول له ايه؟ هنقول له هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن. معلش يا جماعة احنا صايمين ويعني الصوت مقطع معايا وانا جايب جاهز. ماشي، وركزوا بس معايا، سيبكم الصوت خالص. رغم ان هو صوت جميل ولذيذ لان هو صوتي، لكن البي دي اف ان شاء الله بعد ما نخلص هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. هتخش تحمله بي دي اف زي ما هو قدامك بالالوان والحلاوه اللي قدامك دي، تحمله من على التليجرام وتذاكر منه عادي. بس ركز معايا، المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك عرف لي الطاقة يا عم الحاج، اللي انت اكلت مثلا اكلة وبقى جواك مثلا طاقة اللي انت عايز تقوم تمسك اي حد تكسر له وشه. دي يعني ابسط مفهوم يعني انا شايفه للطاقة. ايه الكلمتين بقى اللي هنكتبهم له في الامتحان اللي هنحفظهم؟ هما ايه؟ الطاقة يا حبيب قلبي هي المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير، إنك تقدر تغير حاجة قدامك. أنت لو ما أكلتش هتقدر تتحرك؟ لا. هتقدر تبذل شغل؟ لا. فهي كده المقدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير. طب نشوف اللي بعده. بيقول لك طاقة الوضع. طاقة الوضع أنت قاعد مكانك ما اتحركتش، هي متخزنة جواك. معايا؟ نشوف إيه هي طاقة الوضع. هنقول له هي الطاقة المختزنة في الجسم، مختزنة يعني هي جواه ما اتحركش ولا عمل أي مصلحة نتيجة الشغل المبذول عليه. ماشي؟ تمام. ايه هو بقى المتغير المستقل؟ هو المتغير الذي يتم تغييره أثناء إجراء التجربة. هو بيتغير على طول أثناء إجراء التجربة، ما بتأثرش بحد. مستقل يعني بدماغه كده بهواه، شبه حالتك كده، انت مستقل يعني انت ماشي بايه؟ بدماغك. تابع. تابع يعني لو اللي قدامك اتغير انت هتعمل زيه، فاهم قصدي؟ ها، يبقى المتغير المطلوب اختباره والذي يتغير بتغيير المتغير المستقل. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك أكمل العبارات الآتية. وحدة قياس المسافة والإزاحة. معروفة وحدة قياس المسافة والإزاحة هي المتر. بقول لك أنت مشيت قد إيه؟ مشيت مثلا 2 متر. مشيت جيت قد إيه؟ جيت مثلا 10 متر، فاهم؟ طب السؤال اللي بعده بيقول لك وحدة قياس السرعة نقط ونقط. تمام، بالمتر على الثانية أو الكيلومتر على الساعة. طب هل ينفع نقول في السؤال اللي قبله إن وحدة قياس المسافة والإزاحة هي الكيلومتر؟ ينفع معايا، لأن هو الكيلومتر، ما هو المتر، هو نفس الوحدة.
بس الفكرة كلها ان كيلو متر 1000 من المتر معايا. زي مثلا عندك 1 جرام كيلو جرام اللي هو 1000 جرام معايا. هنا برضو 1 متر اللي هو كيلو متر يبقى 1000 متر معايا. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه هي السرعة. السرعة ايه هي او حاصل ضرب. السؤال زي ما هو مكتوب قدامك كده، السرعة حاصل ضرب ايه في ايه. دي حاجة هتاخدوها بس مش السنة دي. تمام. لكن السرعة اللي عندك هنشيل فيه ديت ونحط اسمه ازاي. بص كده، اللي هي المسافة على الزمن. اللي هي ايه المسافة على الزمن. ده القانون ده مش انتوا واخدينه في اثناء الشرح بتاع الدرس. تمام. فهي السرعة بتساوي المسافة على الزمن. الصراحة يعني الصراحة انا مش عارف ايه الالوان الفاقعة اللي الواحد بيكتب بيها على البي دي اف دي. معلش مثلنا نتطور ونظبط لكم الدنيا. شوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك وحدة قياس الشغل بينما نيوتن وحدة قياس نقط. يبقى الشغل دوت وحدة قياسه ايه، انما نيوتن ديت بتقيس ايه. ها. تمام. يبقى وحدة قياس الشغل الجول بينما نيوتن وحدة قياس لمين، القوة. تمام. نقط بتساوي القوة في الإزاحة. ايه اللي بيساوي القوة في الإزاحة. تمام معايا. يبقى الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. طب السؤال اللي بعد كده بيقول ايه العوامل المؤثرة في طاقة الوضع. ايه هي العوامل اللي بتأثر في طاقة الوضع. شاطرين خالص، الوزن والارتفاع. طب السؤال اللي بعده بيقول لك وحدة قياس الوزن ايه هي. تمام. يبقى وحدة قياس الوزن هي نيوتن. طب طاقة الوضع بيساوي ايه في ايه في ايه. بيساوي الكتلة في شدة مجال الجاذبية في الارتفاع. تمام. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك 5 كيلو متر بيساوي نقط بالمتر بينما 3 كيلو جول بيساوي نقط بالجول. يعني هنا بيقول لك حول لي 5 كيلو لمتر. حول لي من الكيلو متر لمتر. لما بنحول من الكبير للصغير بنضرب من الكيلو للمتر بنضرب في 1000. طب 3 كيلو جول عايزين نحولهم لجول. هنضرب احنا بنحول برضو من الكيلو للجول بنضرب برضو في ايه في 1000. شاطر يا قلب اخوك على طول بالآلة حاسبة. اوعى تشغل دماغك. قوم كده ماسك آلة حاسبة. قوم 5 في 1000 ادينا كام 5000 متر. خلي بالك لازم تكتب التمييز بتاع الرقم اللي انت كاتبه. التمييز بتاعه ايه متر. طب لو كتبت اي حرف تاني غير الميم صفر يا قلب اخوك. احنا بنبص على التمييز ماشي. طب والتانية 3000 جول. 3 كيلو يبقى 3000 جول. خد بالك. تمام يا حبيب قلبي ماشي. نشوف السؤال اللي بعده يا باشا. بيقول لك مسائل. اوبا اديني في القوانين. لازم تكون حافظ القوانين. ماشي يا حبيب اخوك. بيقول لك جسم يتحرك بسرعة 20 كيلو متر على الساعة. تركب العربية ولا العجلة بتاعتك وماشي بسرعة 20 كيلومتر على الساعة. تمام. احسب المسافة المقطوعة بعد 3 ساعات. الله. هو بقول لك بعد 3 ساعات اتكلم لك في ساعات يا باشا. يبقى انت تسيب الايه الكيلومتر على الساعة زي ما هي. نشوف الحل بتاعنا يا شباب. يا حبيب قلبي المسألة قدامك تعويض مباشر. قانون وبنجيب منه القانون اللي مطلوب وعلى طول بنحله مباشر. بما انت القانون اللي احنا اخدناه اللي هو السرعة بيساوي المسافة على الزمن منه المسافة هتساوي السرعة في الزمن. طرفين في وسطين وتقسم. شغل الرياضيات بتاع تانية ابتدائي. تمام يا حبيب قلبي. هنقوم قايلين 20 في 3 يساوي 60 كيلو متر بالمسافة. خد بالك كل كيلو متر بس. في الساعات مفيش اي بتنجان مفيش اي حاجة. كيلو متر لان احنا بنقيس ايه هو عايز المسافة. تمام يا قلب اخوك. طب السؤال اللي بعده بيقول لك ايه جسم بذل شغل مقداره 50 جول عشان يحرك عجلة مسافة 10 متر. احسب مقدار القوة اللازمة لبذل الشغل. تمام. برضو يا باشا تعويض مباشر. تعويض مباشر على طول في القانون بتاعنا. يبقى 50 على 10 ب5 نيوتن. تمام يا حبيبي. نشوف برضو السؤال اللي بعده عشان وقت الفيديو طول. جسم طاقة وضعه 240 جول على ارتفاع 12 متر. احسب وزن الجسم. شوف حل المسألة.
برضه يا حبيب قلبي تعويض مباشر، الشغل بيساوي ضغط الوضع على الارتفاع والمسافة، يبقى 240 على 12 يساوي 20 نيوتن. بالتوفيق يا حبيب قلبي، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة الجميلة بتاعتنا. ومعلش خلص على الصوت لان انا تعبان شويه، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات جميله جايه ان شاء الله. بالتوفيق.